النهارده معانا جهاز لينوفو ايديا باد 520. جهاز عملي ومحبوب، بس المشكله اللي كان جاي بيها ان الهاوسنج حالته تعبانه جدا ومبقاش ينفع يتصلح او يتظبط بشكل يليق بالجهاز. في الحالات دي اول حاجه بنعملها اننا نبص على الحلول المتاحه فعليا، مش اي قطعه نركبها وخلاص، ومش اي تغيير يبقى صح. الهاوسنج الاصلي لل 520 ما كانش متوفر، فكان قدامنا حل ذكي وعملي: نركب هاوسنج لينوفو ايديا باد 320. ليه 320؟ لأن التصميم متقارب جدا، المقاسات مظبوطة، ونقاط التثبيت واحدة، وده يخلي الجهاز يقفل صح من غير ضغط على البوردة أو الشاشة. قبل أي تركيب فكينا الجهاز بالكامل، كل قطعة اتشالت بهدوء، ونضفنا الجهاز من جوه تنظيف كامل، لأن أي شغل هاوسنج لازم يتعمل والجهاز نظيف ومفتوح قدامك. بعد التنظيف بدأنا تركيب الهاوسنج الجديد، تثبيت مظبوط وكل مسمار في مكانه. الجهاز قفل معانا طبيعي ومن غير أي فراغات أو ضغط. النقطة المهمة هنا إن التوافق الصح بين القطع هو اللي بيحافظ على عمر اللابتوب. أي تركيب غلط ممكن يبوظ الشاشة أو يكسر قواعد أو يسبب سخونة مع الوقت. نصيحة لأي حد عنده لابتوب: لو الهاوسنج اتكسر ما تسيبش الجهاز كده، الكسر بيأثر على التهوية وعلى تثبيت القطع، ومع الوقت بيعمل مشاكل أكبر. وبرضه مهم تعرف إن مش دايما الحل بيبقى قطعة واحدة بعينها، أحيانا الحل الصح هو البديل المناسب اللي يخدم الجهاز ويعيش معاه من غير مخاطرة. في الآخر لينوفو ايديا باد 520 رجع متماسك ونضيف وشكله محترم، حل عملي وشغل نضيف وقرار اتاخد بعقل، وده شغلنا في فابريكا: نفكر ونختار الحل الصح ونطلع شغل يرضينا قبل ما يرضي العميل. لو جهازك فيه مشكلة ومحتاج حل مش شرط يكون تقليدي، ابعت لنا موديله وسيب الباقي علينا.